السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ تعالي معايا في المطبخ 10 دقايق بس نعمل فيهم صنف حلو وسريع ومكوناته معاكي كلها في المطبخ. قومي بينا نعمل الصنف ونقول بسم الله. لفة جلاش كده مركونة في الفريزر، مش عارفة تعمليها ايه؟ تعالي نقطعها قطع صغيرة كده ونحضر بايركس او اي صينية تدخل الفرن، نديها دهنة من السمنة وننزل فيها الجلاش اللي احنا بوظناه وقطعناه وبهدلناه ده. متقلقيش، هتطلعي منه حاجة عظمة دلوقتي. تعالي بقى نجيب كوبايتين من الحليب، عليهم 2 حبتين من البيض، تقدري تستخدمي واحدة بس، ورشة من الملح، رشة من الخل، نص كوباية من السكر، معلقتين من النشا، ورشة من الفانيليا، وباكو من البيكنج باودر، ومعلقتين من السمنة. نضرب الخليط ده كله كده ولحد، ممكن تعمليه في الخلاط برضو، لحد لما يبقى معايا الخليط متجانس وكل الحاجات تختفي كده وتختلط في بعضيها. ونحضر الصينية، ننزله كده على الخليط السائل ده على الجلاش، ونقلبه كويس بالشوكة علشان نغمره كويس جوه الخليط السائل ده. تدخل الفرن على درجة حرارة 180 رف اوسط لحد لما تاخد معايا اللون العظمة ده. اول ما تخرج من الفرن بعد دقيقتين بالظبط تكوني محضره كوبايه شربات، تكون عندك في الفريزر، بس الشربات يكون بارد، او في التلاجة انت عملتيها في وقتها، وابدأي اسقي بيها مقدار كوبايه بس، مجرد تسقية مش اكتر يعني، تنديها بيها بس. يا ست الصنف خلص معانا. طلعتي في اقل من 10 دقايق صنف حلو عظمه، حاجه كده اخر جمال. اتمنى تكوني استفدت من الفيديو. لو عجبك الفيديو ما تنسيش لايك، ولا اول مره تشوفيني مطبخ نور عمري ما تنسيش تعملي اشتراك في القناه، وما تنسوش تكتبولي تعليق حلو زيكم وتقولولي فيه بتتابعوني منين. انا من الشرقيه، واللي من الشرقيه يعمل لايك ويقول كلمه حلوه في التعليقات، من اماكن تانية او محافظات تانية يقول بيتابعني منين. متنسوش اللايك بيرفع الفيديو جامد. دمتم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله.